كلنا عندنا ميكروويف وبيتبهدل بسرعة وبنبقى عايزين ننضفه. وطبعا بنلاقي بقى ان في خلطات وحاجات بتتباع وحاجات غالية كده علشان ننضف بيها الميكروويف. هنا الميكروويف بتاعي كان بقاله فترة كبيرة قوي انا ما غسلتوش، فقلت ايه يلا بقى هعمله معاكم واوريكم انا بعمله ازاي. ما بجيبش اي حاجة من بره، انا اللي بعمله في البيت. بوريكم الكراكيب اللي فوق الميكروويف. طبعا المفروض ما يبقاش عليه حاجة، بس كل ما بيبقى في ايدي حاجة برميها فيه. المهم بنجيب طبق بيدخل ميكروويف عادي، بنحط فيه مية عادية وبنحط فيه خل. لو عندك ليمون عايزة تحطيه عادي، خل او ليمون واحد. هنحط الطبق جوه الميكروويف وهنظبط 5 دقايق. هنخليه جوه الميكروويف 5 دقايق. وطبعا ايه، بعد ال5 دقايق لو حسيتي ان انت عايزه تديله دقيقتين تاني اعملي. انا عملت كده، يعني عملت له 5 دقايق وبعد كده حسيت ان انا لا عايزه اعمل له دقيقتين تاني. علشان ايه؟ بيعقم الميكروويف وينضفه بيخليه والله فله. تمام. هنا بعد طبعا ال5 دقايق ما خلصوا وعملت له دقيقتين تاني، الميه من جوه بصوا انا شايفاها من الازاز عماله تغلي تغلي. فكده خلاص بقى انا عرفت ان كل الدهون اللي عندي جوه دي نزلت بقى راحت. رحت جيت ايه فتحت بقى عليه. بصوا الطبق بيعمل ازاي، خلوا بالكم عشان بيبقى سخن نار مولع. هنطلع الطبق بره، وخلوا بالكم من الطبق الازاز ما تجيبوش عليه ميه خالص ادام هو سخن كده. هنحطه على جنب لحد ما يبرد. بصوا بقى الميكرويف تحسوه معرق ازاي. بس هو ده اللي انا عايزاه بقى. هنخلع بقى الفيشه بتاعته، خلوا بالكم هو تعملوا زي الحركه الذكيه دي اللي انا بسيبه ينور لي. هنخلع الفيشه بتاعته وبالليفه والصابونه. الدهون بقى مش هتبقى محتاجه بقى ولا دعك ولا وجع قلب. تمام. بالليفه والصابونه عادي. هغسل بقى الميكروويف كله. وبرده خلوا بالكم من الباب الازاز سيبوه اخر حاجه علشان يكون هدي شويه برده من السخونيه. وهبتدي ان انا اغسله. تمام. وبعد كده الميه دي لما تبرد اوعوا تدلقوها، احنا هنمسح بيها الميكروويف كله، هنعقم بيها الميكروويف كله. محدش يقلق، هو مش هيبقى ريحته خل. يعني هو من جوه مش هيبقى ريحته خل. يعني ما تخافوش ان انتوا تحطوا اكل ويكرف ريحه الخل اللي احنا حطيناها، لا خالص. انتوا هتسيبوه مفتوح شويه بعد ما تنضفوه بحيث ان هو يتهوى وينشف. خلاص على كده ولا هيكون ليه اثر. هنا بقى بصوا بوريكم بعد ما غسلته ونضفته. بصوا بقى حكايه، هو كمان في التصوير مش ظاهر يا جماعه بس كان نظيف جدا جدا. بص كل حاجه والدهون راحت فيه. جربوا الطريقه دي صدقوني مش هتندموا بقى، ولا تروحوا تجيبوا سبراي للميكروويف. اصل في حاجات كتير كده غريبه بتتباع، مفيش الكلام ده. كل حاجه نطفت فيه والله. حتى بصوا الدهون طلعت على طول، بس هو الاسود بيبان ان هو ايه مش نضيف قوي يعني، بس كان بيلمع. وزي ما قلت لكم جبت الميه ام خل وبفوطه نظيفه او قماشه نظيفه ورحت مسحه بقى كله من بره ومن جوه. نضفت عقمته. خليته بقى ايه قشطه. يعني جربوا الطريقه دي صدقوني مش هتندموا. كمان ان شاء الله المره الجايه هوريكم طريقه ازاي تنضفوا برضو الاير فراير لو عندكم القلايه الهوائيه.